السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناتي بيس غوسات. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة عمل عجين صابلي بالنسبة للنساء اللي تعانيوا من تشققات ديال العجين صابلي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة لتفادي هذه المشكلة. كذلك ما تنسوش تشاركوا معايا في القناة عبر الضغط على الزر اللي تيكون اسفل الفيديو، ونبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي جوج بيضات، المعذرة هنا نسيت ما بينش جوج بيضات. عندي كأس ديال سكر ثقيل، جوج اكياس من سكر الفانيلا، وراس معلقه ديال الخميره الحلوى. كيف كتشوفوا معايا راس معلقه، ما نكثروش بزاف. عندي 250 غرام ديال الزبده و500 غرام ديال الدقيق. اول حاجه غنضيفها هو الدقيق كيف كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف الزبده، انا قطعتها باش تسهل عليا العمليه. هاد الطريقه ديال العجين صابلي كتجي ناجحه، يعني هذه الطريقه احسن من اننا نضيفوا الزبده مع السكر الثقيل والبيض. هاد الطريقه ديال جمع العجين بالزبده كتجي ناجحه. كيف كتشوفوا معايا غادي نجمع الدقيق والزبده برؤوس الاصابع حتى نتشكل ليا حبيبات كيف كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف البيض والسكر الثقيل. مازال غادي نضيف بيضه، غير انا نسيت ما ذكرتش جوج بيضات. غادي نضيف البيضه الثانيه، ونبداو نجمعوه في العجين كيف كتشوفوا معايا حتى كتبدا تشكل ليا. ما تدلكوهاش، غير جمعوها بايديكم. كيف كتعرفوا عجين صابلي ما خاصوش يدلك، خاصنا غير نجمعوه. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما جمعت العجين غنعاود نذكر ما تدلكوش، لانه الا دلكتوا العجين غادي يوليو عندكم تشققات في العجين. هنايا كيف شفتوا معايا، شوفوا العجين ما فيه حتى شي تشققات. غادي نقسمو على 4. كيف كتشوفوا معايا المظهر ديال العجين من الداخل. غادي نقطعوا بهذه الطريقه ونحطوا على هذا الشكل. وغادي نغلفوا بالبلاستيك الغذائي كيف كتشوفوا معايا، وغادي ندخلوا للثلاجه. انا كندخلو مده ديال اليوم، مثلا الا عجنتو اليوم غادي نخدم به غدا او نشكل به غدا. اما الا كنتو زربانين فيمكن لكم تدخلوه للثلاجه مده نصف ساعه الى ساعه. كيف كتشوفوا معايا غادي نحطها بهذه الطريقه. غادي نحط بلاستيك غذائي اسفل العجين وبلاستيك غذائي فوق العجين، وغادي نحاول انني نضربها شويه بالمدلك. كيف نتوما عارفين خارجه من الثلاجه باقا شويه بارده، وغادي نسرحها بهذا الشكل. هاد الطريقه احسن من انكم ترشوها بالدقيق. كيف كتعرفوا بان الدقيق كيقصح العجين، حنا بغينا نبقاو محافظين على هذاك القوام ديال العجين. كيف كتشوفوا معايا هاد الطريقه ما كدير حتى شي تشققات في العجين، يعني هذه احسن وكتعطي نتيجه ناجحه. كيف كتشوفوا معايا، كيف كتلاحظوا معايا هذه هي النتيجه ديال العجين الصابلي، كيجي ناجح 100%. ما تنساوش تابعوني على قناتي، ان شاء الله غادي نحط لكم تشكيله ديال صابلي غدا ان شاء الله. شكرا على المتابعه، والى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله.